صباح الخير. إن شاء الله في الفيديو ده هشارك معاك رحلتي إزاي اشتغلت من سنة تانية كلية صفر خبرة لحد دلوقتي 4 سنين خبرة الحمد لله، وأنا لسه متخرجتش من الكلية. في الرحلة اتنقلت ما بين الفريلانس والفول تايم، فهحاول إن شاء الله أبين لك إيه الأفضل ليك كطالب وأنت لسه في الكلية تشتغل فريلانس أو فول تايم، وبالنسبة برضو لطموحك فأنت اللي هتقرر في الآخر، فالله المستعان. زي ما قلت لك من تجربتي خلال ال4 سنين اللي فاتوا اشتغلت فريلانس وفول تايم في أماكن كتير، مش كتير قوي يعني لأن هم 4 سنين فما كانوش كتير قوي، لكن إن شاء الله هحاول أوضح لك إزاي قدرت أشتغل من سنة تانية كلية لحد دلوقتي، وإيه الأفضل ليك كفريلانس أو فول تايم وأنت تختار. الحكاية بدأت إني بدأت أتعلم تكنولوجيا جديدة وركزت عليها لحد ما جبت أول شغلانة بيها. يعني كنت قبلها كنت عمال أتنقل ما بين كذا تكنولوجيا، أروح للباك إند أروح للفرونت إند، أتعلم بايثون أتعلم جافا سكريبت أتعلم تايب سكريبت، عمال أتنقل بستكشف الدنيا لحد ما قررت إن أنا هبدأ أتعلم رياكت جي إس. فبدأت أتعلم رياكت جي إس وأعمل بقى مشاريع. المشاريع اللي بعملها كنت بطلعها على جيت هاب، كنت ببدأ أنشرها على لينكد إن لأن أظهر الشغل بتاعي الناس تشوف الشغل بتاعي. فبسبب ده أنا جبت أول شغل. ففي كام فيديو أنا كنت أعملهم إزاي تجيب أول شغل ليك، كنت ذاكر فيه اللي أنت لازم تهتم بجيت هاب ولينكد إن، فريت ترجعوا للفيديوهات ديت وتشوفوها لأنها هتفيدكم كتير، ودي الخطوات والحاجات اللي أنا عملتها شخصيا. فأول شغل جالي عن طريق لينكد إن. كنت بنشر اي كوميرس ويب سايت كنت عامله برياكت، مجرد فرونت اند بس، نشرته على لينكد ان في بوست. في حد معرفه كان عندي على لينكد ان شاف البوست فتواصل معايا، وهو كان شغال على بروجكت فكان محتاجني معاه كفرونت اند وهو يهتم بالباك اند اكتر. فاشتغلت معاهم حوالي سنه فريلانس، كنت مهتم بالكليه وبالشغل في نفس الوقت لان الفريلانس انت بتشتغل في اي وقت وعندك تحكم كامل في وقتك، اهم حاجه تسلم الشغل في الميعاد اللي انت اتفقت عليه. فدي كانت بدايتي عامه في الشغل كفريلانس. فوقتها انا اشتغلت معاهم سنه، لكن بعدها بدات احس ان انا محتاج اشتغل مع تيم كبير، محتاج اشتغل اعرف الشركات ماشيه ازاي من جوه، عايز اعرف الدنيا شغاله ازاي في المجال ده. فاهتميت ان انا اجيب شغل في شركه وان انا اشتغل مع تيم، فبدات اقدم على شغلانات المتاحه في لينكد ان، لكن اكيد طبعا ما جاليش اي انترفيو خالص. حوالي 68 مره رفض على لينكد ان، بس يعني ده بعيد عن الاماكن اللي بقدم فيها تاني. فوقتها كنت عايز احط في السي في اكسبيرينس من حيث ان انا اتقل السي في، ومن حيث ان لما اقدم السي في مكان يبان ان انا عندي على الاقل خبره سنه في مكان بعيد عن الفريلانس. فقررت اني لازم اجيب انترنشيب او تدريب في اي شركه حتى لو هتكون ببلاش. فالحمد لله كان في شركه موجوده في المانيا اسمها كورا وورك، كانت عارضه انترنشيب وكانت مجانا. هي كانت يعني هتشتغل معاهم من غير فلوس، كانت لمده 3 شهور. قدمت زي ما بقدم في اي حاجه، او كان اول مره حد يكلمني على لينكد ان من خلال اللي هو ايه جاي لي عن طريق جوب انا عملت عليها ابلاي. فالحمد لله الدنيا مشيت معاهم تمام، واشتغلت معاهم 3 شهور من غير مقابل كانترن. فالموضوع كان لطيف معاهم. كان أول مرة أشتغل مع تيم أجنبي وإن أبدأ أتكلم إنجليزي معاهم، فكانت خطوة لطيفة. دخلت الانترنشيب، اشتغلت معاهم بفانيلا مع إني كنت شغال رياكت از فريلانس، لكن ما قلتش لا، انا عايز احط في السي في اكسبيرينس، فانا هشتغل ايا كان هم عايزين ايه مني. فبعد ما خلصت 3 شهور مع كورا وورك الحمد لله قدرت اجيب شغل في ستارت اب في هولندا. ازاي جبت الشغل ده في الستارت اب؟ هي كانت لسه ستارت اب صغيره بتبدا، كنا لسه بنبني الام في بي. فاشتغلت معاهم فول ستاك برضو حوالي سنه وكم شهر. ازاي قدرت اجيب الشغل في الستارت اب اللي في هولندا؟ الموضوع كان خلال تويتر، المرة دي ما كانش على لينكد ان. كنت بتصفح تويتر وقتها فشفت حد كاتب تويت اللي هو بيدور على حد فول ستاك يشتغل معاه في الستارت اب بتاعته. فوقتها على طول دخلت كلمته دي ام، بعت له اللينكات بتاعتي كلها، بعت له اللينكد ان بروفايل جيت هاب بروفايل، بعت له السي في، وكتبت له رساله اللي انا مهتم ان اشتغل معاه. فالحمد لله قدرنا نحدد الانترفيو، دخلت مع الانترفيو والدنيا مشيت معاهم. اشتغلت معاهم حوالي سنة برضو. الستارت اب دي كان الموضوع قريب اكتر من الفريلانس لان التيم كان صغير، كان يعتبر انا برضو شغال لوحدي، كان معايا الفاوندر، كان هما 2 فاوندر شغالين معايا. فكنت انا مهتم في الاول فرونت اند، كان الباك اند مبني، فكنت انا بخلص في الفرونت اند، عملت لهم البلاتفورم، بعد كده بدات اسبورت في الباك اند. الشغل بدأ يقل، الدنيا بدأت تخف، فبدأت اللي هو ادور على شغل تاني. ففي الوقت ده انا كنت عايز اشتغل مع تيم كبير شوية، في ديفلوبرز اكتر، يبقى في تعامل ما بيننا، في كونفليكتس تحصل، مشاكل تحصل نحاول نحلها. عايز اتعلم الخبرات ديت اكتر.
وقتها كان في job في voice أو فودافون Egypt كانوا محتاجين حد react، فقدمت في الjob ديّة ومشيت في الprocess معاهم حوالي شهرين تقريبًا لحد ما وصلت لآخر مرحلة والtechnical interview الحمد لله عديته، وجه وقت اللي هو خلاص هم قبلوني وخلاص هاروح أمضي العقد. لكن المشكلة حصلت إن أنا لسه طالب، أنا معيش أي شهادة وهم طالبين شهادات، فده كانت مشكلة سياسة في الشركة إنه ما ينفعش نشغّل حد من غير شهادة. فالحمد لله في الوقت ده كنت ماشي في process تانية مع شركة تانية، كان برضه جالي الoffer، فأنا كنت مأجّل الرد على الoffer في الشركة التانية كانت اسمها English Quest، لإني كنت حاسس إني محتاج أحط voice في الCV عندي، كنت شايفها هتكون إضافة حلوة جدًا للCV عندي. لكن لمّا الأمور ما اتيسرتش مع voice الحمد لله مضيت مع الشركة التانية اللي هي English Quest، هي شركة موجودة في لندن بس الbusiness بتاعها شغال في الهند، فكان الteam هندي، فكنت اشتغلت مع الteam ده حوالي سنة ونص لحد ما حصل لي lay off، وفي فيديو عن القصة بتاعة الlay off ممكن تروحوا تشوفوه. بعد English Quest رُحت Dimples اللي هي الشركة اللي أنا فيها دلوقتي وهي موجودة في ماليزيا. فالقصة دي كلها أنت تقدر تستنتج إيه؟ تقدر تستنتج إن أنا اشتغلت مع شركات كلها برّه مصر أو freelance، فأنت كطالب عندك الخيارين دول، يا إما تشتغل remote مع شركة أجنبية، يا إما تشتغل freelance. والشغل الfreelance أظن أنتم عارفين صعوبته من خلال إن أنت لسه هتجيب عميل والمنصات الكتير والناس الكتيرة اللي هي بتتخانق على العملا، فأنا ما كنتش باحب الfreelance بسبب ده. لكن أنا شخصيًا ما اشتغلتش الfreelance بالشكل ده، في ناس أنا عامل معاهم علاقات، فلما كان بييجي قدامهم project أو client محتاج حد يشتغل معاه، فكانوا بيرشحوني وكانوا بيجيبوا لي الشغل ده. فالعلاقات يا شباب مهمة جدًا في مجالنا، فنصيحة اعمل علاقات، كبّر الnetwork بتاعتك، اعمل علاقات مع كل الناس، لإن ده هيفيدك جدًا في المستقبل. عشان تقدر تشتغل بجانب الكلية أكيد هيكون في تضحيات في الكلية، لإن ده اللي كان حاصل معايا، أنا فضّلت إني أشتغل full time بجانب الكلية، فأنا كشخص شغال full time فالشركة أو الteam محتاجني أكون متاح طول الوقت بتاع الشغل، فfull time شغل أو full time student أو طالب في الكلية فأكيد هيبقى في تضارب. يعني مثلًا أنت دلوقتي وقت الشغل عندك quiz، عندك مناقشة assignment، عندك أيًا كان، عندك section، هتضحي بإيه؟ هل هتسيب الشغل تستأذن وتروح الquiz أو تروح الsection؟ طب أنا في مسافة وفي وقت هاصرفه في اللي هو رايح الكلية، فأنت هتحتاج تضحي بحاجة، فأكيد هتختار تضحي بحاجة. وتضحياتي أظن كانت واضحة في الGPA بتاعي، واضحة في إن أنا دلوقتي لسه في الكلية، سنة زيادة في الكلية لحد دلوقتي، لكن ما فيش مشاكل يعني الدنيا ماشية easy. أنا مش بانصح ولا أشجع أي حد يعمل كده، كل واحد يعرف ظروفه ويعرف حياته ويقدر ياخد قراره. طيب أنا ليه استمريت رغم الGPA بتاعي في النازل أو رغم إن أنا عمال أخسر في درجات وباشيل مواد وحاجات شبه كده؟ لإن أنا شُفت إن الشغل في المجال بتاعنا مش هيفرق معاه الشهادة، وده اللي أثبت لي إن أنا اشتغلت مع شركات برّه مصر من غير ما حد يسألني على الشهادة خالص. الانترفيوهات اللي عملتها مع شركات في مصر كان مهم معاهم الشهادة وتجربة فويس تثبت ده بالنسبة للشركات الكبيرة، لكن الستارت ابس أظن مش هيكون مهم معاهم الشهادة، لأن أنت لو هتشتغل مع ستارت اب في مصر عامة وأنت لسه طالب أظن هيبقى الشغل زي شبه الفريلانس، مفيش عقد، ما دام أنت ما بتشتغلش بعقد أنت كده فريلانس. ولأن نقطة إن مفيش شركات أجنبية بتطلب الشهادة فعشان كده أنا متارجت على طول إن أنا أشتغل ريموت مع شركات أجنبية. فبس يا صاحبي أنت كده عندك خيارين، يا إما تشتغل فريلانس يا إما تشتغل ريموت مع شركة أجنبية. فلو أنت لسه طالب ومهتم بالتقدير والدرجات وحياتك في الكلية فأنصحك بالفريلانس، لأن زي ما قلنا الفريلانس أنت بتتحكم في وقتك تشتغل في أي وقت، أهم حاجة تسلم الشغل في ميعاده. لكن لو أنت زي حالاتي عندك حياة بره الكلية وطموح عايز تحققه بره الكلية ومحتاج الشغل الفول تايم فأنصحك بالشغل الريموت مع شركات أجنبية، لأن ده أسهل طريق إنك تشتغل وأنت لسه طالب ومعكش أي شهادة. الشركات الأجنبية محدش بيسألك على شهادة. بس كده يا صاحبي ده كل اللي عندي، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو انت مش مشترك وشير الفيديو مع صحابك يمكن يستفيدوا، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.